السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية. وأنتم تشوفون طبخة اليوم بما أنه إحنا ندنمو على الطبخ بهذا الحر، ما راح توقفون أكثر من نص ساعة إذا جربتوا هاي الطبخة على طريقتي، كلش طيبة ومشبعة وراح تسعدكم وبنفس الوقت تشبعكم وما وقفتي على الطباخة هواية بهذا الحر. بالنسبة اللي يقولون صدر الدجاج يصير ناشف، ممكن تستخدمون أنتم أوراق أو أفخاذ الدجاج المخلية، لكن صدر الدجاج عمره ما كان ناشف عندي أبدا. خلينا نبلش ونقول بسم الله وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا قطعتين من صدر الدجاج، وزن القطعة تقريبا 300 غرام، يعني هاي الكمية هي 600 غرام. قطعتها بشكل مكعبات مثل التكة لكن شوية أصغر من التكة. راح أجيب الطاوة مالتي الحلوة وراح أبدي أتبل الدجاج يحتاج له تكات وتتبيلات معينة، يحتاج له زيت، يحتاج له وقت للطبخ، يحتاج له شغلات إذا تنتبهون عليها ما راح يصير بيدكم أبد ناشف. ما راح أطول. خليت هنا 25 غرام من الزبدة، تقدرون تضيفون دهن أو بس على الزيت، لكن إذا ضفتوا الزبدة راح يعطيها نكهة وطراوة كلش طيب لصدر الدجاج. 25 غرام من الزبدة، تقريبا 4 ملاعق من الزيت، وراح أضيف ملعقة كوب من الملح. ملعقة كوب اللي أستخدمها اللي هي الملعقة اللي تصير أصغر من ملعقة الطعام، ما يعادل نصف ملعقة طعام. ملعقة كوب من البابريكا الحلوة الناعمة. راح أضيف أيضا ملعقة كوب بس مو حيل مليانة من البابريكا المدخنة، هاي يعني اختياري، ضيفوهم تضيفوا إذا ما عندكم مو مشكلة. ملعقة كوب أيضا من البصل البودرة، ملعقة كوب أيضا من الثوم البودرة، وراح نزيد عليهم شوية من الفلفل الأسود. الكمية من الفلفل الأسود إذا تريدون زيدوها أنتم براحتكم، بس أني لأن عندي مطحون جديد فيكون الحرارة مالته مبينة. راح نقلبهم كل زين حتى يختلطون. الزبدة مو مشكلة إذا عندي مساحة راح تسيح على النار. راح أخلطهم كل زين وأبدي أضيف عليهم قطع صدر الدجاج اللي شفتوها بالفيديو مسبقا. راح أضيفها كلها دفعة واحدة، ورا ما راح أخلطهم ويختلطون كلش زين راح أبدي أرفعهم على النار. وبالمناسبة أكو تعليقات كلش تفرحني من كل قلبي لما تكتبوا لي عاشت إيدك رحم الله والديك جربناها كلش طيبة، كلش تسعدني. لكن أكو تعليقات يعني ما أعرف شو أحكي، يعني والله ما أعرف شو أقول. اللي تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل عليك، اللي ما أدري شنو. زين ليش أنا شو أذيتك؟ وأنا إذا نزل طبخة عجبتش ما عجبتش ديري الفيديو وروحي، والله أنا ما رايدة منك أي شيء. ما راح أطول عليكم، خلونا بطبختنا. عندي حبة من الفلفل الأخضر وشوية من البصل، وعندي فصين من الثوم. راح أبدي أخلي قبل كل شيء الدجاج على النار وأبدي أشوحه كل زين إلى أن يبدي يتغير لونه من الزهري إلى اللون الأبيض. كل قطعة من صدر الدجاج يصير لونها أبيض. واللي يحب الليه ممكن أنه تستبدلون الزبدة بقطعة من الليه، تحمسوها الشوحة كل زين إلى أن تذب الدهنة مالتها، تبدون تشوحون بها قطع الدجاج. هنا تقريبا الدجاج خلينا نقول نص استوى عندي، ما مستوي يعني كامل، ما أريد يستوي كامل. أضيف عليه الخضار وأخلي يستوي الخضار سوية. فمو وصلنا هاي المرحلة راح نبدي نضيف الخضار اللي مثل ما قلت لكم هو بصل وفلفل أخضر والثوم. ممكن تخلون الفلفل أيضا ألوان إذا عندكم الأحمر البرتقالي الأصفر والأخضر راح ينطيكم ألوان كلش حلوة. بس حاولوا أنه تخلون قطع الفلفل يعني تقطعوها هيك كبار بحجم قطع الدجاج اللي أنتم قطعيها. راح نقلبهم كل زين. أنا هنا النار مالتي نار هديتها شوية بين ما راح أكمل المكونات، بعدين راح أبدي أعلي النار. ضفت ملعقتين طعام من الخل، انطاها تكة كلش حلوة من الحموضة والريحة والطعم. ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطم، وممكن أيضا تزيدون دبس الفليفلة اللي هو معجون الفلفل الأحمر الحار. راح نحاول نوصل المعجون لقعر الطاوة حتى يحمس بالزيت الموجود ويحمس كلش زين، بس تطلع ريحة المعجون عندي ويتجانس يتلابس ويا الدجاج والخضار. راح أبدي أغطي عليه وأخليه على نار كلش هادية. يعني شون تهدرون التمن النار تكون كلش هادية. أريده يستوي بالمي مات الخضار ومات الدجاج، ما أريد أضيف عليه أي مي. واللي يريد يخليه بعدين بالأخير بشكل مرقة أو مرق ممكن تضيفون مي. شوفوا كمية المي اللي نزل، أني ما ضايفة قسما بالله ولا قطرة مي، هذا كله نزل من الدجاج والخضار. هنا تقريبا صار له 5 دقائق دا يغلي، فأني نصيت بعد عليه النار وراح أغطي عليه محكم. بين ما يجهز الرز عندي راح أبدي أحضر السلطة، لأن أني إنسانة سلطاوية. إذا ما أكل سلطة بوجبة الريوق والغداء والعشاء أعتبر نفسي ذاك اليوم كل شيء ما ماكله. كلش أحب السلطة. في اليوم بما أنه أنا ما عندي طماطم وما أقدر أطلع بهذا الجو الحار، وحاولت أطلب من التطبيقات، كانت التطبيقات عندي كلها واقفة، ما أدري إيش عندي مشكلة كان بالإنترنت. فبعت عندي خس، فقررت إني أسوي هاي السلطة كلش بسيطة وسهلة وما يراد لها أي شيء.
جبت أوراق الخس غسلتها كل زين. طبعا لازم تفتحون الطيات اللي بداخل الخس لأن بيها بلاوي، لازم تغسلوه كل زين وتراقبوها. بعد ما قطعته خشن ضفت عليه شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح، وراح أسوي له صوص تقريبا تشبه سلطة السيزر، لكن هنا أنا ما ضايفة عليها لا جبن ولا دجاج ولا خبز. طبعا ضفت شوية أيضا من الثوم البودرة. هنا ضفت تقريبا نصف كوب من المايونيز، وراح أزيد عليها تقريبا كوب من الزبادي أو اللبن. كل ما تستخدمون لبن هيجي ثخين كل ما تجي الصلصة عندكم طيبة، ما تصير مايت، لأن الخس أيضا راح يذبح عندكم مي. خليت عليها شوية من الملح وراح أبدي أخلطها. تضيفون ثوم براحتكم، تضيفون أي تكة أنتم تعجبكم، فت شغلة منا أنتم أيضا براحتكم. خلطته وتجانس وراح أبدي أضيفه على الخس وأقلبهم، وصارت السلطة عندي جاهزة وأكلت سلطة. منو مثلي؟ اكتبوا لي بالتعليقات اللي يحب السلطة يكتب لي، أنا همين إنسانة سلطاوية. راح أقلبها كل زين وأخليها على جنب، وأروح أشوف طبختي إذا جهزت هي والرز. قدمتها ويا رز أصفر. طبعا أنا سبق نزلته في فيديو سابق، راح أترك لكم إياه إن شاء الله اللينك مالته بصندوق الوصف، لأن إذا هنا راح أنزل لكم طريقة الرز راح يصير الفيديو طويل وراح يصير ممل، وراح نضوج أنا وياكم. جيت على الطبخة مالتي كشفتها لقيتها خرافية، وشوفوا أيضا شلون تسبك ونزل هواية سوائل منه. هسه راح نختبر القطعة مال الدجاج إذا مستوية. طبعا مستوية ورهيبة ومايعة، لا حد يقول لي ما يستوي، مثل الفيديو اللي نزلته بطبخة البوتيتا. طبعا هنا ضفت ملعقتين من تكساس صوص. ضيفوا أي صوص أنتوا عندكم، ممكن تضيفون كاتشب، ممكن تضيفون هذا الصوص، ممكن تضيفون يعني كلش إذا ما عندكم شغلة من طفوها ضيفوا فد ملعقة زبادي، راح ينطيها ثخن وتسبيكة كلش حلوة للطبخة مالتنا. هاي بالمناسبة أنا طبعا لا دعاية ولا شيء قسما بالله، بس منتجات هالو كلها خالية من الجلوتين. أنا أعاني من حساسية الجلوتين، عدم تحمل الجلوتين أو الحنطة، لذلك أستخدم هاي المنتجات، ولا دعاية ولا شيء والله. هنا ضفت شوية تقريبا ربع كوب، أقل من ربع كوب مي، لأن الأولاد قالوا لي نريد بها شوية صوص سائل. الرز صار جاهز عندي، قدمته بهذا الشكل، وانتم تعرفون شلون أنا أضيفه بالكاسة وأقلبه حتى ينطيني هذا الشكل الحلو وأقدمه لعائلتي. أيضا طبختي صارت جاهزة وراح أبدي أغرفها، ريحتها خرافية. بدكم لا تلتزمون بالصوص اللي أنا ضفته، مو شرط يعني تكتفون أنه بدون صوص، لكن أنا حبيت أنه تكون بهاي التسبيكة الثخينة الحلوة، لذلك ضفت الصوص نطاها طعم أيضا طيب. وطبختنا صار جاهز، وسهمكم العافية، راح تجربوها وراح تدعوا لي. بمناسبة راح تدعوا لي، هواية دا يكتبوا لي على انستغرام شو مدى تنشرين هواية، كنتي يومي تنشرين. صراحة أنا الانستغرام هسه عايفته، لأن صراحة يعني شايفين من واحد يصير عنده كسرة نفس من شغلة. أنا هسه مكسورة نفسي من الانستغرام، لأن لو شوفون الرسائل الخاصة اللي توصل لي قسما بالله يعني ما أعرف، ماكو في التعبير يوصف الشعور. اللي تدعي علي، اللي حسد عيني عينك، ليش يعني أنا مدى أذي أي أحد؟ أنا والله يشهد ربي كل النشر حتى تستفادون، فما أطول عليكم.